السلام عليكم متابعينا الكرام، مشاهدي قناة الجرينتا الجزائرية في كل مكان. وقبل أن نبدأ الفيديو، وإذا كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تبخلوا علينا بوضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أولا بأول دون عناء البحث عليه. كما علمنا أن معظم محبي القناة لا تصلهم فيديوهاتنا، وذلك بسبب عدم الاشتراك والتفاعل مع الفيديوهات. لذا فضلا منكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات، ولن نبخل عليكم بأي جديد إن شاء الله. حل المنتخب الجنوب إفريقي ظهيرة اليوم الاثنين بمطار هوري بومدين، وذلك تحسبا للمشاركة في دورة الفيفا الدولية الودية، والتي ستحتضنها الجزائر في الفترة ما بين 18 و28 مارس 2024 على شكل بطولة مصغرة بمشاركة الجزائر إلى جانب كل من جنوب إفريقيا وبوليفيا وأندورا التي ستعوض ألبانيا. وتنطلق دورة الجزائر الودية برعاية الفيفا يوم 21 مارس بمواجهة جنوب إفريقيا بمنتخب أندورا بملعب 19 ماي بعنابة بداية من الساعة 10 مساء. بينما تجمع المباراة الثانية في 22 من مارس المنتخب الوطني بنظيره البوليفي بملعب 5 جويليا بداية من الساعة 10، في حين سيلعب ثالث لقاءات الدورة الودية بتاريخ 25 من مارس بين بوليفيا وأندورا بداية من الساعة 10 بملعب 19 ماي بعنابة، على أن تختتم الدورة الودية الرباعية يوم 26 مارس بمواجهة تجرى بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بداية من الساعة 10 بين الخضر ومنتخب جنوب إفريقيا.